بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نعمل النهاردة الفراخ اللي هي يعني بنسميها فراخ مشوية، فراخ متبلة كده ومعمولة على البوتاجاز وبدخلها الفرن. بنسميها فراخ هندي لأني بحط فيها توابل هندي، يعني ليها أكتر من اسم. إيه المكونات بتاعتي؟ نص كيلو صدور، بسيب الصدور سليمة، دي عشان أنا مديها صدمة. بسيبها سليمة، وبعد كده بقطعها أنا نصين، يعني مش بقطعها مكعبات صغيرة. بصلاية، فلفل أخضر، توم، بصلاية وفلفل أخضر وتوم وسماق وتوابل شاورما، وتوابل كفتة بتبقى بتديها ريحة مدخنة، فدي بتبقى حلوة قوي مع الفراخ دي. عايزين كده زي ما وريتها لكم. قطعنا الفراخ، ما قطعناهاش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي عشان تبقى قطعة محتفظة بقيمتها. بحط معاها فص ثوم سليم كده، وبحط الفلفل الاخضر برضه بقطعه كبير، وعيدان القرفة بحطها كده سليمة، والتوابل بتاعتي اللي هي زي ما قلت لكم سماق وتوابل شاورما وكاري هندي او توابل الفراخ اللي هي بتتباع جاهزه. بس الكاري مهم ابدا، مهم فيها لان هو ده اللي بيديها طعم الفراخ اللي هي مميزه، يعني اللي هي الفراخ الهندي. وبعد كده بحطها على البوتاجاز لغايه لما تستوي. مش بزودها ميه كتير، يعني افضل ازودها فنجان ميه لغايه ما هي تتشوح، وبعد كده ادخلها الفرن. وده بقى طاجن الفراخ بعد ما خلص، وحطينا عليه فحمية. ويا رب كده يعجبكم وجربوا الطريقة وبقولوا لي رأيكم ايه. ده بقى رز بسمتي انا عاملاه بالشعرية. مش قادرة اقول لكم على الاكل ده خفيف قد ايه، وطعمه جميل جدا. مش شرط بقى نقعد نعمل كبسة وكده، لا، يعني ممكن ان احنا نحمر شوية شعرية ونحط عليهم رز بسمتي، وكمان معاهم بقى حتة الفرخة دي. هيبقى كده اكل جميل واكل حلو وخفيف وسهل. جربوه بجد. بصوا الرز مفلفل ازاي، مفيش احلى من كده واسهل من كده. احمر الشعريه واحط الرز البسمتي اكون غسلاه واحطه بدل الرز المصري، وبيبقى حلو جدا وبيبقى خفيف. جربوه وقولوا لي رايكم ايه.